الزعفران سلعة مطلوبة ومرغوبة وسعرها وثمنها غالي، لكنها ما تخلو من عمليات الغش. صديقنا الإيراني هذا جزاه الله خير يوضح لنا طرق أو حيل الغشاشين. يجيب لك شعر الذرة الموجود على ثمرة الذرة ويعطيه اللون الأحمر الداكن اللي هو شبيه بالزعفران، ومن بعد ما ينشف يقوم بتقطيع بمقص حتى أنه يكون نفس الزعفران الأصلي، والصعب التفريق ما بينهم. بيعملنا تجربة لفحص الزعفران هذا وذاك. ابتدأ بالمقلد أو المغشوش، وضع في كيس، وضع له ماء بارد ثم أغلق عليه ويحاول أنه يذوبه في الماء. طبعا ما يعطي أي نتيجة، لا لون ولا حتى يذوب في الماء. الحين بيجرب على الأصلي، نفس الكيس وعطاه ماء وأغلق عليه ثم يحاول يذوبه. فعلا الأصلي يعطي اللون الأصفر الزعفراني مباشرة ثم يذوب في الماء. هذا الفرق ما بين هذا وذاك. ولكن يخلط، الغشاشين يقوم بعملية خلط المقلد في الأصلي حتى أنهم ربحوا في الوزن. فانتبهوا، جزاكم الله خير، وألف شكر لهذا الرجل أنه نبهنا على هذا الموضوع.